فيرجينيا ساتير قالت لنا كان ليها مقولة شهيرة قوي بتقول إن التواصل بالنسبة للعلاقة الزوجية أهميته في أهمية التنفس بالنسبة للحياة. يعني زي ما بنقول كده بالبلد، يعني إن التواصل زي التنفس، زي الأكسجين بالنسبة للحياة الزوجية. طيب إزاي التواصل؟ التواصل أهم حاجة فيه الاستماع. الاستماع مش السمع. أنا ممكن وأنا قاعدة في وسط مجموعة من الناس بتتكلم، أنا ببقى سامعاهم، لكن مش فارق معايا بيقولوا إيه ومش مركز هما بيقولوا إيه، عادي جدا. راديو شغال وأنا بعمل أي حاجة في شغلي أو كده، تمام، أنا سامعة الراديو كويس قوي، لكن مش فارق اللي بيتقال فيه. لكن الاستماع هو ان انا ببقى مركز مع اللي معايا، عايز اسمعه، محسسه ان انا فعلا بسمعه ومش متضايق ان انا بسمعه، مركز في الكلام اللي بيقوله، مركز في احساسه، في مشاعره، في كل حركة وكل كلمة بيقولها. وده أهم حاجة للتواصل، اللي هو أهم حاجة للحياة الزوجية. لازم الشريكين يتعودوا وهم بيتكلموا مع بعض، طبعا مش في كل الأحوال، لكن لما بيبقى في شريك محتاج يتكلم مع الطرف التاني لازم يستمع ليه، يحسسه انه متعاطف معاه، انه فهمه، حتى لو المشاعر اللي بيتكلم عليها الشريك ده تبدو ساذجة أو عبيطة، لكن ما ينفعش أسخر منها، بالعكس لازم أسمعها وأقدرها جدا وأحاول أحققها لو ده ممكن. كمان نفس الحكاية، يعني إن كان دايما بنقول إن الزوجة أو النساء هم اللي دايما بيتكلموا عن المشاعر ومشاعرهم وبيحبوا يحكوا، لكن الزوج كمان كتير بيبقى عنده مشاعر مختلطة، مشاعر خوف على المستقبل، قلق من الشغل، حاجات كتير قوي ممكن يتكلم عنها. لازم برضو أكون أنا مقدرة جدا اللي هو بيتكلم فيه وأستمع ليه، أستمع مش أسمع. أوعدكم وعد مني إن انتم كزوجين لو اتعودتوا تستمعوا لبعض، مش تسمعوا بس، ان انتوا تراعوا مشاعر بعض. بمعنى ايه تراعوا مشاعر بعض؟ بمعنى ان لما حد من الشريكين او الزوجين يجي يتكلم مع التاني، يتكلم من غير خوف، من غير قلق، من غير ما يبقى خايف هي الكلمة هتتحسب ازاي، هتتفهم ازاي، هيقدر اللي انا بقوله ده ولا لا. لما اوصل لمرحلة ان انا بتكلم مع شريك حياتي وانا حاسة بمنتهى الامان النفسي، او وانا حاسس بمنتهى الامان النفسي، وقتها اكيد هنبقى حاطينا عمود قوي جدا جدا للحياة الزوجية بتاعتنا. العمود ده هيحمينا من حاجات كتير قوي ممكن نقابلها في حياتنا. وده وعد ليكم ان انتوا لو قدرتوا توصلوا لمرحلة الامان النفسي وانتوا بتتكلموا مع بعض، ان شاء الله حياتكم الزوجية هتبقى مختلفة تماما وقوية جدا. السلام عليكم.